السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكل متابعي القناة، فيديو جديد وحلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي يحصل على 3,250,000 دولار قيمة بيع حمدي فتحي، زائد 500,000 دولار فيما بعد كامتيازات تتعلق بنسب المشاركة وعدد الأهداف الذي سيحرزها اللاعب. كما يوجد بند في التعاقد يحصل الأهلي بموجبه على 20% كنسبة إعادة بيع وأولوية العودة إلى الأهلي في حالة بيع اللاعب داخل مصر. كما سيحصل نادي إنبي على مقابل مادي 440,000 دولار نظير انتقال حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري. باختيار الجماهير، علي معلول رجل الجولة ال 32 من عمر الدوري الممتاز باكتساح. أتوبيسات مجانية لنقل جماهير النادي الأهلي إلى الإسكندرية الأربعاء القادم لمؤازرة الفريق في مواجهة الإسماعيلي على استاد برج العرب. اتحاد جدة السعودي يفاوض الأهلي شفويا من أجل التعاقد مع محمد عبد المنعم لتعويض غياب أحمد حجازي عن الفريق. الزمالك يدرس الانسحاب من مباراة الأهلي في الدوري في حال تنفيذ قرار إيقاف نبيل عماد دونجا وعدم تنفيذ قرار إيقاف محمود كهربا. وانسحاب الزمالك من المباراة لن يؤثر على أي شيء في حالة خصم 3 نقاط أخرى من الزمالك، لأنه في جميع الأحوال سيشارك في كأس الكونفدرالية. لجنة الحكام، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحكام مصريين. أحمد بالحاج يغيب عن مران الزمالك ويتجاهل جميع مكالمات الجهاز الفني قبل أن يبلغهم بعدم الحضور، واللاعب أبلغ مسؤول الزمالك أنه لن يعود لأن عقد إعارته مع الزمالك قد انتهى يوم 30 يونيو، وبالتالي فهو لن يعود لأنه يبحث عن عرض له، خاصة وأن الزمالك قرر عدم تفعيل بند الشراء. عمرو السولية يبدأ مرحلة الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة قبل الانضمام إلى التدريبات تدريجيا. مرتضى منصور، كان في ميعاد مع إمام عاشور الساعة 10 ونسيت الميعاد لأنه ملوش أي أهمية عندي. محمد عبد الغني لاعب الزمالك يغيب عن مران الفريق بسبب تحويله للتحقيق بعد واقعة التوك توك مع رئيس النادي. هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، هناك تواصل دائم مع النادي الأهلي وسبق وطلبوا ضم أسامة جلال وإبراهيم عادل، واشترطنا الحصول على 5 مليون دولار وتوقفت المفاوضات على ذلك، ولا نية للتفريط في وليد الكارتي لأنه من العناصر الهامة للفريق، ولم نتفاوض مع إمام عاشور مطلقا وكل ما يقال غير صحيح. ومصطفى فتحي لاعب مهم وسوف نقوم بتفعيل بند الشراء الخاص به. بيراميدز يتأهل للدور قبل النهائي لكأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب. مرتضى منصور، لغيت اللجنة الفنية وخالد الغندور كل شوية يسرب خبر على صفحته وعامل مشاكل، والريتش بالنسبة لبندق هو رقم 1 ومصلحة الزمالك 0. سيف زاهر، شركة مصرية خاصة بتسويق اللاعبين ستقدم عرض لكل من تريزيجيه وحجازي من أجل اللعب للنادي الأهلي، والشركة مستعدة لدفع من 80 إلى 100 مليون جنيه كعرض مالي لانضمام محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للأهلي. لاعبي المنتخب القطري يحتفلون على أنغام سطلانة بعد الفوز على منتخب المكسيك. اختيار إبراهيم عادل كأفضل لاعب في مرحلة المجموعات في بطولة أفريقيا تحت 23 عام، وحمزة علاء يفوز بجائزة أفضل حارس في دور المجموعات بعد الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات. النصر السعودي يعلن عن ضم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي. نادي الاتفاق السعودي يعلن رسميا ستيفان جيرارد مديرا فنيا للفريق. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتواجد في المغرب لدعم المنتخب الأولمبي قبل مواجهة غينيا في مباراة نصف نهائي كأس الأفريقية تحت 23 عام. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.